السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخيرات أو يا مساء البركات على عيونكم. أنا ولاء أبو العزم، والنهاردة هعمل لكم وصفة سهلة جدا جدا وجميلة جدا. نقدر نقول عليها شوية صحية. ما فيهاش زيوت كتير. هنعمل مع بعض النهاردة المسقعة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. أول حاجة هجيب صاج كده واحطه على النار من فوق، وابتدي اجيب البتنجان بتاعي واغسله كويس جدا، وابدا اخرمه كده بالسكينه علشان ينزل الميه بتاعته والسخونيه تبتدي تدخل في البتنجان علشان تشويه كويس. وهبتدي بقى اجيب الفلفل بتاعي. بصوا، وصفه سهله وسريعه. افتحي التلاجة وهاتي البواقي اللي عندك كلها واعملي احلى مسقعة. طبق سهل جدا وسريع، هتعمليه بطريقة بسيطة جدا جدا، مش هياخد معاكي اي وقت. انا هنا كنت مستعجلة جدا، وبصراحة طبعا انتوا عارفين الغلاء اللي احنا فيه وكمية الزيت اللي هتتاخد في المسقعة اللي احنا عايزينها طبعا، واحنا من عشاق المسقعة. فقلت لا، يلا نوفر مع بعض الزيت. اول حاجة ناكل اكل صحي، تاني حاجة تالت حاجة هنعمل اكلة بسيطة جدا مش هتاخد معانا وقت خالص. طبعا احنا كلنا دلوقتي مضغوطين بسبب الامتحانات وبسبب المذاكرة والضغوط اللي احنا فيها كلها، مفيش وقت اصلا لاي حاجة، عايزين كله سريع في سريع. فانا هعمل معاكم النهاردة المسقعة بطريقة حلوة قوي. انا جبت دلوقتي نص راس من الثوم، نص كده راس من الثوم، وهحطها تتشوي كده مع البتنجان والفلفل. لو حابة تحطي بطاطس مفيش مشكلة، هنشوي برضو بطاطساية معاهم، بس احنا ما بنحبش المسقعة بالبطاطس خالص. انا بعمل البطاطس كده بتبقى في طبق جانبي جنب جنب المسقعة، او بنقلي شوية طعمية كده حلوين. اي حاجة، مثلا شوية طحينة، اي حاجة عايزة تاكليها جنب المسقعة بتحضريها زي ما انت متعودة. بس انا ما بحبش المسقعة يكون البطاطس في المسقعة، يعني في الصلصة. تمام. بعد كده هنقشر مع بعض البتنجان لما يبرد. وكان عندي هنا الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض قبل كده. اخدت كيس وابتديت ان انا اسيبه يفك شوية، وهاخد بقى البتنجان وهو لسه كده الطماطم كده بتسيح معايا. هاخد البتنجان وهنزله في الصينية بتاعتي بحيث ان هو يشرب من السخونية اللي طالعة من الطاسة مع الزيت بقى مع الصلصة. عايزة اقول لكم الطعم تحفة. طبعا التوم اللي اتشوى ده قشرناه وهرسناه مع البتنجان، وهكمل الهرس بتاعه في الصينية. كان طعمه تحفة جدا جدا. اتمنى يا رب يا رب تجربوا الطريقة دي وتكتبوا لي في التعليقات الوصفة عجبتكم ولا لا. بصوا بقى، اخدنا البتنجان زي ما انتم شايفين كده. الناس اللي ما بتحبش الزيوت كتير هتحب قوي قوي الطريقة دي. كمان لو انت ما بتحبيش القشر بتاع البتنجان تقدري تشيليه كله. انا هنا سبت القشر اللي كان معايا طري شوية مش محروق، سبته لان القشر فيه فايدة جامدة جدا. وهبتدي بقى ان انا اكمل الهرس بتاعي كده في الصينية لحد ما يدخل الصلصة تسيح وتدخل في البتنجان بتاعي. عايزة اقول لكم طعمه مختلف جدا، لا منه بابا غنوج ولا منه مسقعة، حاجة كده في النص كده ميكس تحفة. يعني جربوها وان شاء الله هتدعولي بجد بجد، طعمها تحفة. عايزة اقول لكم اتفاجئنا بيها وبطعمها، يعني بصراحة عجبتني جدا. لو لسه متابعة الفيديو لحد دلوقتي يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة علشان الكل يستفيد. وما تنسوش زي ما انتم متعودين تدعوا دعوة حلوة لبابا كده في اخر الفيديو. من هنا بعرف ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر. ما تنسوش تدعوا له دعوة حلوة بالرحمة، وربنا ينور قبره يا رب هو اموات المسلمين، ويرحمنا ويغفر لنا جميعا احياء واموات يا رب العالمين، مسلمين ومؤمنين ووحيدين. اللهم امين يا رب. خلصت وصفتنا، واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. دمتم في صحة وستر يا رب من عند ربنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.